السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. هاد القصة كاين منكم اللي يقدر يكون سامعها او دايزة على ودنيه، ولكن انا عجباتني وبغيت نعاودها لكم بصوتي. وتحت طلب ديال بزاف الناس اللي صيفطوها ليا في انستغرام وقالوا لي باش نعاودها بصوتي. المهم كنتمنى تكونوا عند حسن الظن ديالي وتدعموني كيف العادة. رمضان كريم. يلا شدوا شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفيو الضو. مشينا. صباح ديال نهار اثنين. كان هذاك واحد النهار استثنائي، حيت هذه كانت اول مره غنشوف الوالد ديالي باقي في الدار. جاتني فشيش نشوف الوالد نهار اثنين بالبيجامه ديالو وجالس كيشرب في القهوه وعيني على الجورنال كيقرا في الاخبار. كان ديما كيتسناني انا وخوتي في الصالون اولا على برا باش يوصلنا للمدارس ديالنا. ولكن داك النهار كان اول يوم من التقاعد ديالو. فاش سالينا فطورنا عطاني الوالد السوار ديال الطوموبيل ديالو باش نوصل خوتي للمدرسه، حيت انا الكبير بيناتهم. وقال لي بلي غيدوز عندي لافاك من بعد باش ياخد السوار ديال الطوموبيل، حيت غيديها لواحد السيد يشوفها. هو واش الوالد بغى يبيع الرانج روفر ديالو؟ في الاول صدمني ملي قالها، حيت ديك الطوموبيل عزيزه علينا كاملين، وكان عندي انا معاها بالخصوص ذكريات بزاف. سولتو علاش بغى يبيعها، قال لي حتى العشيه وغادي تعرف. وداكشي اللي كان في العشيه جمعنا الوالد كاملين، انا والوالده وخوتي، باش نهضروا. كانت كتعجبني الطريقه ديالو باش كيفكر، عقليته زوينه وقريب منا بزاف. كنت كنحس بيه صاحبنا ماشي الاب ديالنا، واخا كان من النوع اللي ظريف بزاف ونيه. ومني كنقول لكم نيه يعني نيه اكثر من اللازم، وهادشي اللي كان كيخلي بزاف الناس يستغلوه، حيت كيف ما كتعرفوا الناس اللي ما عندهمش الضمير كتروا هاد الايام. ولكن اكثر حاجه كانت كتعجبني فيه هي انه كيتشاور معنا في كل شيء وكياخد الراي ديالنا، وبطبيعه الحال القرار الاخير كيرجع ليه. في داك الاجتماع قال لنا بلي عطاوه فلوس صحيحه ملي خرج تقاعد. الوليد كان مدير ديال واحد الوكاله بنكيه في مدينه مراكش، وقال لنا بلي الطوموبيل جابت ليه 50 مليون، وحتى واحد الارض كانت عندنا في البلاد وارثه على جدي وما كنا مستغلينها في والو. جابت ليه فلوس صحيحه، وقال لنا بلي باغي يبيع الدار اللي حنا ساكنين فيها. جابت له تقريبا شي 300 مليون. هادشي كامل حيت ناوي باش ننتقلوا لحي جديد اللي معروف في مراكش بحي صوفيا. هاد الحي كيسكنوا فيه غير الناس اللي لاباس عليهم. الوالد كان ناوي يدينا تماك نسكنوا في واحد الفيلا، اما الفلوس اللي غيشيطوا ليه كان ناوي يحل بهم قهوه كبيره. قلت لي انا بلا ما تبيع الطوموبيل. قال لي ما تنساش بلي عندنا الطوموبيل ضمامك ونقدر نولي نوصلكم بها. باين بلي الوالد كان ضارب الحساب لكل شيء. تحمسنا كاملين للفكره، خصوصا واننا غادي نتحولوا من هذا الحي اللي لا انا لا حتى شي واحد من خوتي ما حامله. دازو ايام قليله وباع الوالد الطوموبيل والدار، واتفق مع الشاري انه غادي يخوي لي الدار من بعد 3 شهور، المده اللي غنصلحوا فيها الفيلا ونصبغوها. مشينا شفناها داك النهار مجموعين، مبنيه معزوله وبعيده بوحدها، داير بها سور عالي من كاع الجوايه، وفيها شجر طويل من الجناب. من الوهله الاولى كتعطي انطباع على انها غامضه وعامره بالاسرار. دخلنا ليها لقينا فيها بيسين خاصينو اصلاحات، وحتى الغازو اللي كان في الجرداء يابس وباين باللي ما كيتسقاش. الصباغه ديالها كامله مقشره من على برا. حلينا الباب ودخلنا. طلعت منها ريحه خايبه بزاف بحال ريحه الغموله، وحتى الريحه ديال الواد الحار. لاحظنا بلي طريقه البني قديمه عامره بالاقواس كلها من الطراز القديم، اما السراجم والابواب كلهم فيهم نجمه سداسيه ديال اليهود. قال لنا الوالد بلي الفيلا 6 سنين هذه وهي مسدوده، وانها في الاصل كانت ديال عائله يهوديه اللي مشاو باش يعيشوا في اسرائيل، وشراوها منهم واحد العائله مغربيه ساكنين في كندا، ولكن ما عمرهم ما سكنوا فيها. قال لنا بلي غيبدل كل شيء من الصباغه للبيبان والشراجم. عجبتنا الفيلا بزاف، وقررنا كلنا داك النهار باش نبداو حياة جديدة ونحاولوا نغيروا كل شيء
وفعلا داكشي اللي وقع. ومن بعد حياتنا تبدلات وبزاف، ولكن ماشي للأحسن، للأسوأ. وصلت العطلة ديال الصيف وما بقات قرايه. كلفني الوالد انا وخوتي باش نبقاو مقابلين المعلميه اللي كانوا كيصلحوا في الفيلا. واخا خوتي الله يهديهم ما نقدر نعول عليهم في والو، غير كيطلوا في الصباح زعما راه حتى حنا مقابلين، ومن بعد ما كنعرفون فين كيمشيو. اما الوالد غالبا كيكون مشغول في القهوه اللي بغا يحل، ومقابل الاصلاحات اللي فيها. كيجي مره يضرب طليله وكيرجع. خاصنا نساليو كاع الاصلاحات في قل من 3 شهور باش يسلم الوالد السوار ديال دارنا القديمه للمالك الجديد كيف ما اتفق معاهم في العقد. بدا الصهد هاد العام بكري في مراكش. اتفقت مع الوالد باش يبداو المعلميه يصلحوا في البيسين، عاد يدوزوا الاصلاحات الاخرى. وداك الشيء اللي كان في يومين قدروا يصايبوا البيسي. دوزوا ليه الموتور باش يبقى يدور فيه الماء. بدلنا ليه الزليج اللي كان من الفوق كامل مهرس، ودرنا ليه واحد جديد. اما الزليج اللي كان لتحت خليناه كيف ما هو، ولكن واحد الحاجه غريبه مبغاتش تفهم لينا كاملين. واحد الطبعه حمراء في الوسط ديال البيسي كان مسحو فيها والو، ما خلينا ما درنا ليها. غير كيدوز شويه د الوقت كترجع كيف ما هي، حتى عيينا وقررنا اننا نخليوها. نهار الثالث ديال الاصلاحات كنت واقف حدا الباب ديال الجردة، حتى جا عندي واحد المعلم وطلب مني باش نتبعو للكراج حيت بغا يوريني شي حاجه. دخلنا للكراج وبدا كيضرب فوق الارض اللي كانت عامره كلها تراب، كيضربها برجليه. سمعنا بحال الصوت ديال الخشب. سولني واش الفيلا فيها لاكاف، قلت ليه لا ما فراسيش. هزيت التليفون عيطت للوالد، قال لي حتى هو بلي ما فراسو والو، وطلب مني باش نبقى تماك حتى يجي. داز تقريبا نص ساعه وهو يجي ولقاني مازال واقف كنتسناه. حيدنا كاع داكشي اللي كان محطوط في الكراج وشطبناه كامل، وبداو المعلميه كيهرسوا في الخشب اللي كان لتحت. حيدوا 3 الخشبات وبانوا لينا بحال شي دروج. طويت بالفلاش ديال التليفون باش نشوفو مزيان، وبالفعل لقينا دروج ديال الخشب نازلين لتحت. الوالد حط رجليه فوق الدرجه الاولى، بغا ينزل وهي تهرس به، غير حفظو الله. اما هو كان غايطيح حيت الخشب راشي، ويعلم الله شحال من عام وهاد لاكاف مسدود. ديك الساعه قرب يطيح الظلام، سدينا الكراج بالساروت ورجعنا في حالنا. فاش رجعنا لقيت خالتي وولادها اللي ساكنين في اكادير جاو لعندنا. كانت تقريبا ديك الساعه 10 د الليل، ويلاه كيبرد الجو شويه في مراكش. مشيت لعند الوالد للقهوه وطلبت منه الساروت ديال الطوموبيل باش نخرج انا وخوتي وولاد خالتي باش ندورو شويه. عطاهم ليا وكيأكد عليا ويعاود باش ما نمشيش للفيلا حيت الارض ديال الكراج راشيه. قلت ليه واخا كون هاني يا الوالد، حنا غنمشيو غير للمناره نتبردو شويه وغنرجعو، ما عندنا ما نديرو في الفيلا دابا. ركبنا في الطوموبيل وانا نعاود لهم على لاكاف اللي لقينا اليوم في الكراج. كلشي تدهش واستغربوا. سولني خويا الصغير واش عندك السوارد ديال الفيلا والكراج، جاوبتو باه. قال لي يلا نمشيو ليها دابا. قلت ليه راه الوالد اكد عليا باش ما نمشيوش ليها. نقص ولد خالتي وقال لي تصور يكون تماك شي كنز ويجي شي حد من المعلميه في الليل ويشفر كلشي. وفي هادي عنده الصح، هاد الفكره كانت كدور ليا في بالي. نسيت داكشي اللي وصاني عليه الوالد وقررت نعيش معاهم المغامره هاد الليله. دزنا مباشره عند واحد مول الحانوت في الطريق، شرينا من عنده بيل باش نضويو ومشينا للفيلا. دخلنا ليها حلينا الكراج وتمينا نازلين لتحت. كنعفطو غير بشويه على دوك الدروج حتى وصلنا لاكاف، وما تصوروش داكشي اللي لقينا تماك. داك لاكاف ما كانش كبير بزاف كيف ما كنا كنتخايلو. كاينين بزاف د الصنادق ديال الخشب في الحاشيه، وفي الوسط كاينين رفوف ديال الحديد. انا هاز البيل اللي شريت من الحانوت، وخوتي ولاد خالتي هازين البورطابلات ديالهم باش يضويو. دوك الرفوف كانوا عامرين بالوراق والكتوبه، كانوا بداو كيتقطعوا من الجناب ديالهم ومكتوبين كاملين بالعبريه، شي رموز ورسومات اللي ما فهمناهمش ديالاش. مشينا الصنادق كنقلبوا فيهم، لقينا وسطهم حسكات ديال النحاس وشي قراعي ديال الزاج خاويين،
وصندوق عامر بالشمع. صدمنا كاملين حيت ما لقيناش شي حاجه اللي عندها قيمه كبيره ونقدروا نستافدوا منها كيف ما كان كيحسب لينا في الاول. الجو تماك كان مزموت بزاف. هزيت شي كتب وقررت انني نطلع ونتسناهم من الفوق. طلعت انا الاول وتبعني خويا الصغير والاخرين بقاو تماك كيقلبوا. ما دازت حتى دقيقه وانا سمعهم كيتغاوتوا لتحت وكيعيطوا علينا. طليت عليهم من الفوق وقلت لهم مالنا، علاش هاد الغوات كله؟ سولوني وقالوا لي شكون فيكم اللي شعل الشمعه؟ كيهضروا هما مخلوعين وكيشيروا على واحد الشمعه اللي كانت في الوسط مشعوله. شفت في خويا لقيتو حتى هو كيشوف فيا وباين في وجهه باللي ما داير والو. جاوبتهم قلت لهم انا ما شعلت حتى شمعه. قال لي ولد خالتي من تحت علاش كتكذب؟ انت بوحدك اللي كتكمي بيناتنا، وانت بوحدك اللي كتهز الوقيد ولا البريكه في جيبك. حلفت لهم باللي ماشي انا اللي شعلت ديك الشمعه وبلي قطعت الكارو هادي شهرين. ما خلاونيش نكمل هضرتي وهما يتموا طالعين. كانوا كيجريو بغاو غير يخرجوا من تماك. تخلط الغوات والضحك مع الدهشه والخلعه. واحد كيشوف في الاخر. قالوا لي يلا حل الطوموبيل خلاص بغينا نطلعوا. قلت لهم ما غاديش نرجعوا حتى نطفيو ديك الشمعه، لا تمشي تشبك شي عافيه ولا شي حاجه. حتى حد فيهم ما بغى ينزل يطفيها. شفت حتى عييت وقررت انني انا اللي غنزل، حيت الا وقعت شي حاجه انا الوحيد اللي غنكون مسؤول قدام الوالد، حيت اكد عليا باش ما نجيش لهنا في الليل. شعلت البيل ونزلت وهما حليت لهم الطوموبيل وطلعوا ليها. طلبت منهم باش يمشيو معايا للكراج بلا ما ينزلوا، ولكن حتى شي واحد فيهم ما بغى. دخلت للكراج ونزلت مع دوك الدروج والخلعه شاداني. لاكاف مظلم ما بقاش كيبان فيه الضو ديال ديك الشمعه، ولكن قررت نمشي للبلاصه اللي كانت فيها باش نتاكد. تصدمت ملي لقيت الشمعه طافيه. حسيت برجلي خواو عليا، ولكن حاولت نتمالك الخوف ديالي ورجع في حالاتي. فاش كنت طالع مع الدروج بديت كنحس بحال شي حد ورايا تابعني. ما بغيتش نتلفت، اولا بالاحرى ما قدرتش نتلفت. غير طلعت للفوق وانا نشدها بجريه. حليت الباب لقيت خوتي وولاد خالتي جالسين وبديت كنسب فيهم وكنعايرهم كاملين. قلت لهم باللي بالعاني درتو ليا هادشي باش تخلعوني وباللي راكم متفقين عليا. بداو كيحلفوا ليا. هزيت واحد القران صغير اللي كانت كتحطو الوالده ديما في طوموبيلتها وحطوا يديهم كاملين عليه وحلفوا انهم ما فراسهم والو. رجعنا للدار ولقينا كلشي ناعس. طلعنا مجموعين بشويه للسطح وبدينا كنحاولوا نعطيو تفسيرات لداكشي اللي وقع. قلنا ربما الاكسجين اللي في لاكاف ما كاينش وداكشي اللي خلى الشمعه تطفى. كلشي لقينا ليه التفسير الا السؤال ديال شكون اللي شعل الشمعه. الايام دازت بزربه والاشغال سالات قبل من الموعد المحدد، وفي ديك المده كامله ما بقيتش قربت لذاك الكراج ولا لاكاف. وحتى الاشغال ديال القهوه اللي بغى الوالد يحل حتى هي سالات وبداو الكليان كيجيو. سلمنا السوارت ديال الدار للمالك الجديد، اما الاثاث صيفطوا الوالد لعائلته اللي في البلاد باش يستافدوا منه، حيت حنا قررنا نبداو حياه جديده وكلشي غنجيبوه جديد. ديك الجرده اللي كانت عندنا على برا درنا فيها الغرس والورد ولات زوينه. صلحنا الفيلا من الداخل والاثاث درناه مزيج ما بين التقليدي والعصري، وحتى من الكراج ولاكاف تصايب ودوزنا ليه الضو. وخا انا ما دخلتش ليه مازال. قررت باش نشد البيت اللي كيطلع على البيسي. كنت كل نهار كننزل وكنحاول نمسح ديك الطبعه الحمراء اللي كانت فيه، ولكن كيف العاده كتمسح وتعاود ترجع من جديد. بدات العائله كتجي باش تبارك لينا السكنه الجديده، وجات عندنا خالتي وولادها اللي ساكنين في اكادير حتى هما. داك النهار كان الصهد بزاف. عمرنا البيسين بالماء ونزلنا باش نعومو فيه انا وخوتي وولاد خالتي. دوزنا نهار زوين. في الليل تجمعنا وبدينا كنهضرو وكنجمعو حتى جابتها الهضره لداكشي اللي وقع في لاكاف هادي 3 شهور تقريبا. فهاد المده كامله حاولت ننسى الموضوع، حيت التفكير فيه كان كيضرني في راسي وكيخلعني، خصوصا وانني في معظم الوقت كنكون بوحدي. ولكن دابا بما اننا مجموعين زعمت وبديت كنتناقش معاهم في داكشي. وجبدنا حتى مواضيع اخرى كتعلق بالارواح وكيفاش التحضير ديالو. اقترح علينا ولد خالتي باش نحضروا الجنون. سولته واش فايت جربتي؟ قال لي
وباللي بهاد الطريقه كتحضر لهم واحد الروح وكيبداو يسولوها شي اسئله وهي كتجاوبهم. والاغلبيه ديال الناس حاليا كيعرفوها باسم ويجا. جلسنا مجموعين فوق الطبله وقدامنا واحد الخشبه اللي كانوا فيها حروف وارقام. قال لنا ولد خالتي ان الروح اللي كتحضر كتبدا تحرك لينا في يدينا وحنا خاصنا نكتبوا داك الشيء. جربنا شحال من مره ولكن ما بغاتش تصدق لينا، حتى بدا كيجينا الملل. قررنا اننا نحبسو شويه وهما يقترحوا اننا ننزلوا لاكاف مجموعين. كلشي تحمس للفكره الا انا اللي ما كنتش باغي، ولكن بداو كيطلبوا فيا انني ننزل معاهم وفي الاخر وافقت حيت ما بغيتش نبقى بوحدي من بعد ما جربت معاهم اللعبه ديال ويجا. دخلنا للكراج وحلينا الباب اللي كيدي لاكاف. نزلنا مع الدروج ولكن هاد المره شعلنا الضو. هادي كانت اول مره غنشوف لاكاف بهذا الوضوح. ديك المره كنا مضويين غير بالبيل. مشينا كنقلبو مزيان في كاع الرفوف والصنادق، لقينا شي كتب وشي وراق وشي تصاور ديال شي ناس في هاد الفيلا نيس. من الملامح وطريقه اللبس ديالهم عرفناهم باللي يهود وباللي هما السكان الاصليين ديال الفيلا. الملامح ديالهم كتخلع، الرجال عندهم اللحيه طويله وهزين في يديهم شي حاجه غريبه، اما العيالات كلهم مغمضين عينيهم بحال ناعسين في جميع التصاور بدون استثناء. هزينا كاع داكشي اللي قدرنا نهزوه وطلعنا لبيتي كنقلبوه فيه. ما فهمناش داكشي اللي كان مكتوب حيت كله بالعبريه. سولتهم واش شي واحد قاري العبريه وكيقدر يفهمها وجاوبوني بلا. بقينا كنفكروا حتى اقترح خويا الصغير اننا ندخلوا لشي جروب اولا شي صفحه ديال تعلم العبريه ونطلبوا منهم يترجموا لينا شنو مكتوب، اولا على الاقل نعرفوا الموضوع ديال هاد الكتوبه. وداكشي اللي درنا نيت. لقينا بزاف ديال الجروبات ديال تعلم العبريه وصيفطنا ليهم دعوه باش نضموا ليهم. غد ليه في الصباح فقت وحليت الفيسبوك، لقيت باللي قبلوني. كنت متحمس بزاف باش نعرف على اش كيدويو دوك الكتوبه. ما تسنيتش خوتي ولاد خالتي حتى يفيقوا. صورت بزاف ديال الصفحات وطلبت من الاعضاء ديال الجروب اللي الاغلبيه ديالهم مصريين انهم يترجموا ليا. ما تسنيتش بزاف حتى جاوبوني والاجابه كانت صادمه. كلهم كانوا كيقولوا بان هذا الكتاب كيتعلق بالسحر الاسود وطريقه استحضار الارواح اللي شائعين بزاف عند اليهود، والاغلبيه منهم نصحوني باش نحرق جميع دوك الكتوبه حيت السحر الاسود ماشي اي واحد يقدر يديرو وخاصو يمر بزاف ديال التجارب من قبل. الا واحد صيفط لي رساله خاصه وقال لي بلي يقدر يعاونني ويترجم لي الكتاب كامل حيت على حساب ما قال انه مولع بعالم الماورائيات. وحتى انا تحمست للفكره. كانت هذيك 10:30 ديال الصباح. مشيت فيقت خوتي وولاد خالتي، حتى حد فيهم ما قدر ينوض، ولكن غير قلت لهم باللي لقيت لي ترجم لينا الكتوبه ناضوا بالزربه. داك المصري اللي اتفقت معاه يدير لي الترجمه قال لي باش نصور ليه الاغلفه اللي فيهم العناوين ديال الكتوبه ورسلهم ليه، وداك الشيء اللي درت. وفي الاخير رصينا على واحد الكتاب اللي كان الغلاف ديالو كحل عامر بالنجوم الخماسيه وفيه تصاور ديال العظام والجماجم والاسم ديالو روح اوطولاي. ومن هنا غادي تبدا القصه. الكتاب ديال روح اوطولاي كيف ما قال لنا داك المصري حسام كان مقسم لبزاف الاجزاء، كل جزء كيختص بشي حاجه معينه. تشاورت انا وخوتي وولاد خالتي على ان جزء نطلبوا منه باش يترجموا لينا. اتفقنا على جزء اللي كيهضر على تحضير الارواح اولا بالدارجه تحضير الجن، وداكشي اللي كان. صيفط تصاور مره اخرى لداك حسام الدري المصري اللي غيترجم لينا وقال لنا بلي غيترجمهم وغيصيفطهم ليا. داز تقريبا 4 السوايع بقينا كنتسناو فيه حتى عيينا. من بعد نزلنا باش نتغداو. كان داك النهار الجمعه والدار دايرين كسكسو للغدا. يلا بدينا كناكلو ويجيني ميساج في الفيسبوك من عند حسام. طليت عليه لقيت فيه الترجمه. شفت في خوتي وولاد خالتي لقيتهم حتى هما هازين الراس فيا حيت كانوا على القرص ومتحمسين وكيتسناو في حالي. انا ما كملتش غدايا، طلعت البيت وهما تبعوني كاملين باش يقراو شنو مكتوب. قال لينا بلي التحضير باش يصدق خاص يكونوا 4 الناس، كل واحد يكون شاد في يد الاخر ويكونوا دايرين بشي طبله اللي تكون بيضاويه الشكل ويكونوا جوج منهم على الاقل ما لابسين والو من الفوق.
خاص الضواو كاملين يطفاو ونكونوا مضويين غير بشمعة، وديك الشمعة خاصها تكون بايته 7 ديال الليالي في حائط ديال البوراق. وهاد البلاصة مقدسة عند اليهود وكاينة تحديدا في القدس. والثوب بيض يكون مطرز بالرمادي. والأهم من هادشي كامل هي أن ديك الطقوس خاصها دار في الليلة الجمعة، يعني يكون الغد ليه السبت من مورا ما تضرب 12 ديال الليل. وهاد الليلة كانت مقدسة عند اليهود. غير قرينا هاد الفقرة ديال خاص يكون هادشي نهار الجمعة، كلشي بدا كيشوف في الآخر. كاملين تحمسنا، كنا باغيين نجربو هاد الطقوس. وفي هاد الليلة مادام اليوم هو الجمعة، ولكن منين غادي نجيبو الشمع والثوب؟ في ديك الساعة تفكرنا الشمعة اللي تشعلات بوحدها ملي هبطنا لاكاف، وكيفاش حتى تطفات بوحدها. وتفكرنا الصندوق ديال الشمع اللي لقيناه لتحت. يمكن داك الشمع كامل كينطابقوا عليه دوك الشروط، ويكون فعلا بات 7 الليالي في الحائط البوراق. قررنا اننا ننزلو مجموعين لاكاف ونجيبو الشمعة من الصندوق ونقلبو حتى على الثوب في مرة. نزلنا بقينا كنقلبو، ولكن لقينا غير الشمع. دازت تقريبا شي نص ساعة وحنا كنقلبو حتى قربنا نفقدو الامال. وانا نشوف ولد خالتي هاز الصندوق كحال وكيغوت وكيقول لي ها هو الزيف البيض، كان ملوي فيه الكتاب ديال التوراة. غير شفناهم وهزيناهم شدتنا تبوريشه وتخلعنا كاملين. هزينا داكشي اللي غادي نحتاجو وطلعنا للبيت ديالي باش نوجدو للجلسة. ديك الليلة كانت اخيب ليلة دازت في حياتنا كاملين، واللي بدلات فينا بزاف ديال الحوايج. هضرت مع حسام المصري في سكاي، غير قلت ليه باننا غادي نديرو دوك الطقوس وهو يتخلع، وما فهمش كيفاش دبرنا على كل شيء داغي. عاودت ليه القصة ديال لاكاف، عاد فهم. فاش شافنا مصرين على داكشي عطانا نصيحة باللهجة المصرية، وهي باش ختمنا الحوار ديالنا. قال لنا الا شفتو شي حاجة غريبة بانت قدامكم ما تهربوش، حيت الا هربتو غتبقى تابعكم حياتكم كاملة. بقاو مجمعين حتى يمشي في حالو. مشينا للطبلة ووجدنا كلشي، حطينا الشمعة في الوسط وحطينا داك الثوب وحتى التوراة ديال اليهود، وحيدنا انا وخويا داكشي اللي لابسين من الفوق كيف ما قال لنا حسام. جلسنا كنتسناو حتى ل 12 ديال الليل. وفي ديك المدة اللي بقينا كنتسناو فيها بديت كنوصيهم ونعاود باش ما نضحكوش في الجلسة، والاكثر من هذا انه الا بانت شي حاجة ما نهربوش ونبقاو جالسين مجموعين. هكذا كان كيحسب لينا غادي نديرو. باش وصلت 12 ديال الليل بدا كلشي كيشوف في الاخر. طفيت الضواو كاملين وشعلنا الشمع، شادينا باليدين وطلبنا من خويا ايوب انه يبدا يقرا دوك الطلاسم اللي لقينا في داك الكتاب. بقى شحال كيتلفظ بهضره غريبه اللي ما مفهوماش. كنا خايفين ومخلوعين، الا ولد خالتي اسامه اللي مره كان كيضحك وما قدرش يحبس الضحكه. بقى خويا كيحاول يستدعي روح اوطولاي باش تحضر، وبقى كيردد يا ايتها الروح ان كنت هنا اعطينا اشاره، يا ايتها الروح لقد جئنا لك بهدايا من الحياه الى الموت. شحال هو كيعاود نفس العباره وحتى شي حاجه ما بانت، حتى بدينا كنفقدوا الامال ونقولوا هادشي محال واش يصدق. ولد خالتي معاد تفكر واحد العباره اللي كنا نسيناها وبدا كيردد فيها: بحق ماه طاه كاه بحق اوطولاي اوطولاي. غير قالها للمره الثالثه وحنا نسمعوا بحال شي حاجه طرطقات، ما عرفناش فين بالضبط. وبدينا كنتلفتو شويه وهو يتحل الباب ديال الحمام بحال شي حد اللي جرو. وخا كان خاوي وبداو الضواو كيطفاو ويشعلوا غير بوحدهم، كلشي تخلع وكلشي ناض من بلاصتو. وبدينا كنشوفو في جهه الباب بالينا بحال شي واحد مغطي بزيف شفاف وكيبان داكشي اللي من موراه جاي كيتمشى لجهتنا. في ديك اللحظه كلشي نسى داكشي اللي وصانا عليه الميسري وهربنا. دخلنا للبيت وسدينا علينا. كلشي كان مخلوع، كاين فينا اللي كيغوت وكاين فينا اللي مصدوم وما قادرش يهضر. اما اسامه اللي كان كيضحك فاش كنا جالسين بقى جالس في الطبله، ولا دابا كيبكي والعرق نازل ليه من جبهته. عاد تفكرنا النصيحه ديال حسام، وديك الساعه كان فات الفوت. الاغلبيه ديالنا ما كانش كيامن بعالم الماورائيات. داكشي كامل درناه غير المتعه وندوزو وقت وصافي. اما دابا والخلعه شادانا ما عرفنا مازال ما نديرو.
مشيت لجهة الباب واخا ما كنتش باغي نحلو. بدا كلشي كيغوت. ديك الليله كامله بقينا في داك البيت حتى حد فينا ما قدر يخرج، وكل واحد بدا كيلوم في الاخر على انه هو السبب في هادشي اللي وقع لينا. ويا ريت تكون وقفات الامور عند هاد الحد. داكشي اللي وقع من بعد كان خايب وصعيب بزاف، وخصوصا عليا انا. الغد لي ولاد خالتي قرروا انهم يرجعوا في حالهم لاكادير، وحتى خوتي غادي يمشيو معاهم. اما انا كنت ملزم انني نبقى في مراكش باش نوجد الامتحانات ديالي لولوج الماستر اللي قرب الموعد ديالو. من بعد ما مشى اضطريت انني نعس في بيتي بوحدي. حاولت انني نطرد داكشي اللي شفت البارح من الذاكره ديالي، ولكن ما قدرتش. ديك الليله كان الصهد بزاف في مراكش وما قدرتش نعس، وحتى من الكليماتيزور مازال ما ركبتهاش في بيتي. مشيت حليت الباب ديال البالكون باش يدخل شويه د البرد. رجعت لبلاصتي باش نحاول نعس، وفعلا بديت كنحس بالنعاس كيديني، خصوصا وانني ما كنتش ناعس في الليله اللي قبل. ما عرفتش بالضبط شحال داز ديال الوقت حتى فيقني صوت ديال الباب د البالكون اللي طردخ بالجهد. نط مفزوع من بلاصتي. ناري شنو هادشي؟ في الاول قلت واقيلا غير الريح اللي دار هكاك. مشيت عاوتاني حليته وخرجت للبالكون. الجو كان مازال مزموت وما كاينش حس الريح نهائيا. طليت على الجردة وشفت شي حاجه صدماتني وخلعاتني. بقيت مسمر في بلاصتي. شفت البولات ديال الجردة كيطفاو وكيشعلوا غير بوحدهم. هبطت عيني للجهه ديال البيسين وبانت لي ديك الطبعه الحمراء اللي كانت وسط منه. كانت غاديه وكتكبر وكتخرج منها شي حاجه حمراء كتبان بحال الدم. في ديك اللحظه تفكرت النصيحه ديال حسام اللي قال لنا بلي الروح اللي غتحضروا الا تخلعتوا وهربتوا منه غيقدر يبقى تابعكم ديما. ما بقيتش عارف شنو غندير في ديك اللحظه. كنت باغي غير نحل الباب ديال البيت ونهرب، ولكن رجلي حسيت بهم بحال فشلوا عليا، وحتى الشجاعه انني نحل الباب ونخرج منه ما بقاتش عندي. كنت كنتخيل غير انني غادي نحل الباب غادي نلقى اوطولاي واقف كيتسناني. جلست في الارض وبديت كنبكي. هادي ازيد من 10 سنين ما بقيت بكيت. بقيت كنلوم في راسي وكنقول اش داني انا لهاد الشي كامل؟ اش داني؟ اش كان راسي كيقول لي فاش وافقت انني نجلس معاهم في الطبله؟ علاش درنا هاد الشي؟ بقيت كنقول سمياتهم واحد بواحد وكنسبهم، حتى بان ليا التليفون ديالي اللي كنت حاطو كيتشارجا شعل وبدا كيصوني. شكون اللي غيعيط ليا في هاد الساعه؟ مشيت كنجري. كنت كنتمنى غير يكون شي واحد منهم باش نهضر معاه وما نبقاش مخلوع. غير هزيت البورطابل وهي تقطع المكالمه. بغيت نشوف شكون اللي معيط ليا ولكن ما لقيت حتى شي نمره. هادشي اللي زاد خلعني وحسيت بلساني تقال عليا. رجعت لبلاصتي بقيت فيها حتى طلع النهار. تشجعت ونطليت من البالكون. مبقاش فيه داكشي اللي كان فيه البارح. حسيت براسي فيا السخفة والجوع، خصوصا وانني ما نعستش 2 ديال الليالي متابعين. ما قادرش مازال نزيد نصبر. حليت الباب بان ليا الضو ديال النهار ضارب والجو ما بقاش كيخلع كيف ما كان في الليل. نزلت لتحت فطرت وهو يعيط ليا صاحبي امين اللي كان كيقرا معايا، واقترح عليا اننا نوجدوا الماستر بجوج بينا. امين داكشي اللي غيطرى ليا مع داك النهار موقف صعيب بزاف وغيخليني نكره ديك الفيلا اكثر ما انا كنكرهها. اقترح عليا امين اللي كان كيسكن في واحد الحي اللي قريب لينا باش نمشي عنده للفيلا ونبقى معاه هاد المده باش نراجعوا مجموعين الامتحان. عجبتني الفكره، خصوصا وانني غادي نبعد من اجواء الرعب والخلعه اللي عشتها في هاد الفيلا المشؤومه هاد اليومين. ولكن في نفس الوقت ما قدرتش نخلي الوالده ديالي بوحدها، خصوصا وان الضياف مازالين كيجيو باش يباركوا لينا السكنه الجديده. خوتي مشاو كلهم سافروا لاكادير وما كاينش اللي غيتسخر للدار، وحتى من الوالد كيبقى حاضي القهوه ديالو وقليل فاش كيجي. اعتذرت من امين وطلبت منه وقلت ليه الا بغى هو يجي لعندي يبقى معايا هاد الايامات باش نراجعوا مجموعين. ووافق. قال لي باش نمشي عنده للفيلا بالطوموبيل باش نجيبو حيت طوموبيلته كانت خاسره، ولكن قلت ليه الوالد باع الطوموبيل وحتى الطوموبيل الوالده ولا كيستعملها في التنقلات ديالو. قال لي واخا صيفط ليا العنوان ديالكم اولا صيفط ليا شي بلاصه قريبه منكم باش نتلاقاو فيها، حيت انا ما عارفكش بالضبط فين كتسكن. اتفقنا باش نتلاقاو مع 5.
حيت غيجيبوا الوالد ديالو. وداكشي اللي كان. فاش قربات الخمسة خرجت وبقيت كنتسناه فين اتفقنا. دازت 5 ديال الدقائق وهو يبان ليا جاي هو والوالد ديالو. سلمت عليهم وطلعت اللور باش نوريهم الفيلا. بانت ليا الفيلا من البعيد، ولكن غير فاش شيرت ليه عليها وهو يتلفت ليا الاب ديال امين اللي كان وسيط عقاري كبير في مراكش. سولني وقال لي واش هنا فين ساكنين ولدي؟ جاوبته وقلت ليه عمي، هنا فين ساكنين. علاش؟ سولني تاني وقال لي شحال وانتوما ساكنين فيها؟ جاوبته وقلت ليه غير هاد الايامات باش جينا سكننا. بقى ساكت وزاد كمل على داكشي اللي كان فيا. نزلنا انا وامين ومشى هو بالطوموبيل. طلعنا مباشره للبيت ديالي وطلبت منه باش يتسناني نجيبو شي حاجه ناكلوها. نزلت جبت العصير والحلويات وجلسنا كنوجدو في البروغرام ديال المراجعه. داكشي اللي كان وجدنا وقررنا باش نبداو الغد ليه مع 7 ديال الصباح. بدا كيطيح الظلام واقترحت عليه نلعبو شويه في البلاي. جبدتو من البلاكار وبقينا شحال وحنا كنلعبو حتى عيطات عليا الوالده وطلبات مني باش ننزل عندها لتحت. نزلت تسخرت ليها ورجعت الفوق عند امين. لقيتو في واحد الحاله خلعاتني وكملات على داكشي اللي كان ناقصني. دخلت لعندو البيت باليا كيترعد وعينيه مقلوبين كيبان فيهم غير البياض. راسو كيحركو بواحد الطريقه بحال شي واحد مريض بالصرع. خلعني وما عرفت ما ندير. بديت غير كنغوت، مالك امين؟ اشنو عندك؟ هضر معايا. دور وجهو لجهتي وعينيه مازالين مقلوبين وبدا كيتمتم في الهضره. بيتك بيتك داركم بيتك عامر بيهم. سولتو الخلعه شاداني باش عامر. جاوبني وهو كيحاول يشير ليا الجهه ديال الطبله اللي كنا جالسين فيها انا وخوتي وولاد خالتي في الليله اللي درنا ديك الجلسه المشؤومه. كيقول لي جالسين فوق الطبله كاملين اليهود اليهود. حسيت بالصدمه فاش جاب السيره ديال اليهود وما قدرتش نشوف في الجهه اللي كان كينعت ليا فيها. حسيت بحال شي حد ورايا كيراقبني. بقيت مسمر في بلاصتي حتى سمعت الوالده وخالتي كيغوتوا ودخلوا للبيت. اش كاين مالكم؟ وشافوا امين في ديك الحاله. عيطت على خو امين اللي كانت عندي نمرته، طلب مني باش نحاول نهدنو حتى يجي هو والوالد ديالو. دازت تقريبا شي 10 دقائق وما يوصلوا العائله ديال امين. دخلوا للبيت ديالي بدا امين كيغوت وكيقول لهم خرجوني من هنا، اليهود كيخلعوني. جالسين فوق الطبله وكيشوفوا فيا. حاولوا انهم يهدنوه. وبقيت انا واقف مع الاب ديالو اللي سولني واش الوالد ديالك كاين في الدار. قلت ليه لا مازال ما جا، ولكن راه ما بقى ليه والو يدخل، الا بغيتي تسناه. عطاني نمرته وطلب مني باش نعطيها للوالد ديالي واكد عليا نقول ليه باش يتصل به. سولته ياك لاباس عمي. بقى كيشوف فيا شحال وما جاوبنيش عاوتاني. نزل هو وولادو ومرته. الوالد جا معطل بزاف ديك الليله وخا ما موالفاش ليه. عاودنا ليه كاع داكشي اللي وقع في العشيه وعطيتو النمره ديال بوات امين وقلت ليه راه اكد عليا باش ضروري يتصل به. شاف فيا وقال لي حتى الغدا في الصباح وغندوز لعندهم باش نيت نمشيو نشوفو صاحبك كيبقى. في ديك الليله ما نعستش في بيتي، نعست لتحت في الصالون ودرت السباب اللي الصالون فيه الكليماتيزور ومبرد. وخا كنت مخلوع وشحال من سؤال كيدور ليا في راسي. حطيت راسي على المخده وانا نعس حيت كنت عيان بزاف وما نعستش يومين متابعين. الغد ليه في الصباح غير فطرنا، خرجت انا والوالده والوالد مشينا باش نشوفو امين. الغريب في الامر ان امين ما بقى عاقل على والو. جلسنا كنهضرو مع امو، قالت لينا بلي امين زهري من يديه ومن راسو، وانه فاش كان صغير وهو كيشوف شي خيالات وشي حوايج اللي ما كان حتى شي واحد يقدر يشوفها. وشحال مرة تعرض لمحاولات اختطاف من عصابة، هذوك اللي كيقلبوا على الكنوز. الوالد كان جالس معانا وبالو ماشي معانا. سول الام ديال امين على مول الدار، قالت ليه بلي خرج في الصباح ومشى للخدمه. سلمنا على امين اللي تحسنات الحاله ديالو بزاف، ومن بعد رجعنا للدار. الوالد هز التليفون وصونا لبوات امين ودار معاه في القهوه ديالنا. قال لي الوالد يلا معايا في عوض ما تبقى جالس في الدار. وداكشي اللي كان. مشينا للقهوه لقيتها عامره بالكليان وفرحت بزاف حيت الوالد بدا كينجح ليه المشروع ديالو. دازت شي 4 ساعة ويبان ليا الاب ديال امين وقف بالطوموبيل. جاو سلم على الوالد وجلسوا بوحدهم. ما كرهتش حتى انا نجلس معاه ونسمع شنو بغا يقول ليه.
ولكن ما بغيتش ندخل في الشبوقات اللي بعيده عليا وخليتهم على راحتهم. ما دازتش بزاف د الوقت حتى بان ليا بات امين كيسلم على الوالد ديالي وغادي في حاله. مشيت عند الوالد اللي لقيته مهموم وغير كيخمم. سولتو شنو واقع وشنو قال ليه بات امين. ما بغاش يجاوبني، ولكن استنتجت باللي هذا الموضوع خطير. راجعين للدار والطريق كامله والوالد ساكت، ما بغاش يهضر معايا. ملي وصلنا دخل البيت ديالو وسد عليه، وحتى الغدا ما بغاش يتغدى. انا جاني الفضول باش نعرف شنو مخبي علينا الوالد، واش هادشي عنده علاقه بداكشي اللي طرا لامين وعنده علاقه بالفيلا اللي شرينا. في ديك اللحظه جاني ميساج في الواتساب صيفطوا لي خويا ايوب، وقال لي بلي راهم شادين الطريق وراجعين لمراكش مع ولاد خالتي وما بقى ليهم والو ويوصلوا. تغديت ومشيت باش ارتاح شويه في الصالون، حيت ما بقيتش قادر نطلع لبيتي من بعد داكشي اللي داز عليا. غير داتني الغمضه وانا نوض مفزوع، وحسيت بقلبي بغا يسكت. فيقوني خوتي وولاد خالتي اللي دخلوا وهما كيغوتوا، جاو حتى لودني وبداو كيقولوا اوطولاي اوطولاي وهما كيضحكوا عليا ومطلعين عليا. تعصبت بزاف، ولكن قلت ما فيها باس، مادامنا غادي نتجمعوا من جديد وما غنبقاش بوحدي. غير جلسوا حدايا وبداو كيسولوني. عاودت لهم داكشي اللي وقع فاش بقيت بوحدي في البيت، وحتى داكشي اللي وقع لامين البارح. كنت كنتسناهم يتخلعوا من ديك الهضره اولا ما يتيقونيش، ولكن بالعكس هما بداو كينقزوا وكيضحكوا وكانوا متحمسين بزاف. عاودنا اتصلنا ديك الليله بحوسام وعاودت ليه كاع داكشي اللي طرا بالتفاصيل، وما بانش ليا انه مستغرب. قال لنا ان الامر كان متوقع وغادي يبقى ديما يوقعوا في حال هاد الحوادث. خاصنا نعاودو نديرو الجلسه ونكملو حتى الاخر. طلب مني باش نصيفط ليه التتمه ديال كتاب روح اوطولاي اللي لقينا في لاكاف باش يترجمو ويصيفطوا لينا نهار الجمعه، اي النهار اللي خصها تكون فيه الجلسه ديال تحضير الارواح. خليت خوتي وولاد خالتي بوحدهم في البيت ومشيت جلست في الصالون باش ندوي مع امين ونسول فيه كيف بقى. قال لي بلي لاباس عليه وبحال حتى شي حاجه ما وقعات. سولته واش عارف الموضوع اللي هضر فيه الوالد ديالو مع الوالد ديالي. جاوبني وقال لي عارف، وقطع عليا. صيفط ليه ميساج قال لي انه ما يقدرش يعاود ليا في التليفون حيت راه مع العائله ديالو. طلبت منه باش يدوز عندي ولكن رفض، وقال لي اجي عندي نتايا من هنا ل10 دقائق. ما كانش عندي الطوموبيل حيت الوالد داها، وديك الساعه كان طاح الظلام. طلبت من خوتي ولاد خالتي يمشيو معايا ولكن ما بغاوش، وقررت انني نمشي بوحدي وعلى رجليا. فاش وصلت عيطت لامين ونزل لعندي، طلبت منه باش يعاود ليا كلشي وداكشي اللي كان. قال لي بلي الفيلا اللي شريناها كانت مالكها واحد العائله مغربيه يهوديه. قاطعته وقلت ليه هادي عارفه، ومن بعد مشاو لاسرائيل. جاوبني وقال لي لا، حتى شي حد فيهم ما مشى لاسرائيل حيت كلهم انتحروا في ديك الفيلا. غير سمعت هاد الهضره ويتشدني تبوريشه. بقى امين كيعاود ليا ولكن ما بقيتش كنستوعب شنو كيقول. شحال وانا ساهي حتى انتبهت بلي امين مازال باقي كيهضر. قال لي بلي الاب ديالو بحكم انه وسيط عقاري عارف هاد القصه بالتفاصيل ديالها، وبلي ديك الفيلا شحال وهي مسدوده وحتى شي واحد ما بغى يشريها. وحتى دوك الناس اللي في كندا شراوها من واحد من الورثه وبلا ما يعرفوا شنو اللي واقع فيها بالضبط، وغير عرفوا باعوها ليكم وبثمن رخيص اللي ما ساوي حتى النص ديال الثمن ديالها. امين كيعاود وانا كنحس بالارض كدور بيا. سلمت عليه وقلت ليه انا غادي نرجع في حالي. وفي الطريق بقيت كنفكر في هاد المصيبه اللي وقعت لينا، وفي عوض ما نزيد بالزربه بقيت كنتمشى غير بشويه. حسيت بحال شي واحد ورايا تابعني. تلفت وما بان ليا والو، الشانطي مظلم وخاوي وما فيه حتى شي واحد، كاين غير الشجر في الجناب ديالو. بديت كنزرب في المشيه وانا نسمع عاوتاني شي حد ورايا كيتمشى. تلفت وهما يبانوا لي 4 ديال الناس لابسين مونطوات وكيجريو لجهتي. ما فهمتش واش كاين شي واحد كيلبس المونطو في هاد الصهد. غير شفتهم وانا نبدا نجري وما حسيتش براسي حتى وصلت للباب ديال الفيلا. جبت سوارت بزربه وانا كنحاول نحل الباب وكنتلفت ورايا، ولكن من الخلعه ما بغاش يتحل ليا الباب. تلفت وهما يبانوا ليا دوك 4 جايين لجهتي وحادرين راسهم. سمحت في الساروت وتميت غادي كنجري. انا اصلا كنت متوتر ومخلوع من داكشي اللي قال ليا صاحبي. ما عرفتش واش خاصني نقول لهم داكشي اللي عاود ليا امين، ولكن في الاخر قلت اكيد غادي يعرفوا
سوا دابا سوا من بعد. ومن الافضل نقول لهم دابا شنو كاين. بديت كنعاود ليهم وهما كيتصنتوا ليا وكانوا كيبانوا متوترين. ملي ساليت كاملين استنتجنا باننا حنا سبب المشكله، حنا اللي حضرنا الروح من غير ما نفكروا في العواقب اللي جايه. شويه سمعت ميساج وصلني، اللي قلبت لقيته حسام. صيفط لي ميساج وقال لي بلي سال الترجمه ديال داك الكتاب، وقال لي بلي داكشي كاع اللي شفناه ما كانش وهم، كان حقيقي. هذيك ارواح الناس اللي كانوا عايشين هنايا وكيحاولوا يتواصلوا معانا. يمكن بغاو يوصلوا لنا شي حاجه. بديت كنقرا ووقفت بقوه الخلعه، مبقيتش قادر نكمل. عطيت التليفون لخويا الصغير، بدا كيقرا بصوت مرتفع وكلشي كيتصنت ليه وكلنا خايفين. في ديك الليله ما قدر حتى شي واحد فينا ينعس، وكل ما سمعنا شي صوت كنقفزو كاملين. ما عرفتش داك الشعور اللي كان فيا لداخل واش هو خوف ولا حماس اولا بجوجهم. كنا كنتسناو غير امتى توصل الجمعه، حيت قررنا باش نديرو ديك الجلسه عاوتاني الغد ليه. وكيف ما توقعت الوالد قال للوالده داكشي اللي واقع، وهي تعصبات ودابزات هي وياه، وقالت ليه بلي باغا تخوي هاد الفيلا، وكانت كتلومو حيت هو اللي تسرع وشراها قبل ما يتشاور مع السماصريه. اقترحات عليه باش نمشيو نكريو في شي بلاصه اخرى بيد ما لقاو ما احسن، ولكن هو رفض وقال ليها بلي كتزيد فيه وبلي الامر ما يستحقش هادشي كله. اما انا وخوتي ومن بعد كاع داكشي اللي طرا، وخصوصا اللي طرا معايا، قررنا اننا نبقاو على الاقل حتى نشوفوا شنو غيوقع من مورا ليله الجمعه. امين كان كيعيط ليا ويقول لي باش نمشي عنده نراجعو، ولكن المورال كان هابط. ما كان عندي خاطر للقرايه، غير كنحل الكتاب كنبدا نفكر في داكشي اللي طرا وفي هاد المصيبه اللي وحنا راسنا فيها. كنت كنتمنى يكون هادشي كامل غير حلمه وغادي نفيق منها، ولكن مع الاسف هادشي كان بصح. ومع كل ساعه كدوز كنزيد نتوتر ونتخلع اكثر. في ديك الليله كنعقل كنت كندوش وانا مخشي تحت الدوش ومغمض عيني. حسيت بشي حاجه قمشاتني، ما رديتش البال حيت الدم كان سخون، ولكن ملي نشفت بانت لي رجلي مجروحه جرحه اللي خايبه والدم نازل منها. بقيت كنقول منين جاني هاد الشي. بديت كنشوف في المرايه ساهي وكنشوف في راسي. الضو بدا كيمشي ويجي، ومع حدو كيمشي ويجي كنشوف شي واحد واقف مورايا. كان واقف وكيشوف فيا من البعيد وكيضحك، وديك الضحكه ديالو كانت خبيثه. الصوت باش غادي نغوت ما بقاش عندي، وركابي باش غادي نجري فشلو عليا. طحت في الارض. سمعوني خوتي وجاو لعندي كيجريو، حلوا عليا الباب وجروني من الحمام. كنت كنطلع النفس غير بزز. بداو كيخويو عليا في الماء وكيشربوني، كيسولوني مالك، وقلت لهم باللي شفتو. بقاو مطلعين عليا وما تاقوش بيا. بغيت نوريهم القمشه اللي في رجلي ولكن ما لقيتهاش. قالوا لي شنو زعما واش باغي ترد لينا الصرف حيت ديما كنخلعوك؟ قلت لهم والله تا معاكم بصح كاع ما كنتفلا. المهم ما تاقوش فيا وما داوهاش فيا. نطت ولبست حوايجي. جاو ولاد خالتي حتى هما وسولوني مالك. بقاو مدوريني وكيضحكوا عليا كاملين. قلت لهم انا عاذركم حيت ما شفتوش داكشي اللي شفت. من بعد ما طرا والو. كنا كنتسناو غير الليله الجمعه فوقاش توصل. كنا باغيين نعرفوا شنو الموضوع اللي بغاو يقولوا لنا دوك اليهود، وشنو الحاجه اللي بغاو يوصلوها لينا. الامور بقات هاديه حتى وصلت الليله الجمعه اللي شفنا فيها الرعب اللي ما عمرنا ما دوزناه في حياتنا كامله. في الصباح ديال الجمعه فقنا في الصباح وفطرنا. قررنا باش ندوزو النهار على برا بيد ما يوصل الليل. ملي رجعنا في العشيه بدينا كنوجدو لديك الجلسه قبل ما توصل 12 ديال الليل، ولكن غير حلينا الباب بقينا مصدومين. ما فهمتش علاش على برا كاين الصهد بزاف، ولكن في الداخل ديال الدار بانت لينا الضبابه وكان الجو بارد. والضواو ديال الجرده عاوتاني بداو كيطفاو ويشعلوا بحال اللي وقع ليا في ديك الليله ملي كنت ناعس بوحدي في بيتي. لقينا واحد خالتي وبنتها حتى هما جاو لعندنا، كانوا ساكنين في مكناس. سلمنا عليها وبقينا جالسين معاها شويه. من بعد بداو ولاد خالتي كيغمزوني زعما على اساس باش نوضو نمشيو للبيت. مشينا لبيتي، شعلت البيسي وبديت كنقلب وجاني شي ميساج من عند حسام. صيفط ليا ميساج وقال لي ما نخافش وما نهربش بحال المره الاخرى، وخا يوقع اللي وقع، حيت الا هربنا بحال المره الاخرى ما عمرهم ما غيخليونا في راحتنا، نقدروا نوليو نحلموا بيهم كاع. بديت كنقرا داك الميساج على خوتي وولاد خالتي باش الله وعسى يفهموا.
وما يعاودوش يهربوا بحال المره الاخرى. مع ديك 10:30 ديال الليل تقريبا قررنا باش ننزلوا لاكاف باش نجيبوا عاوتاني الشمعه والطرف ديال الثوب. قلت لهم بلي غنلحق عليهم من بعد ما نهضر مع حسام. نزلوا الجرده وبداو كيتسناوني، وملي تعطلت عليهم بداو كيعيطوا عليا. قلت لهم صافي نزلوا بوحدكم لاكاف، علاش كتسناوني؟ قالوا لي يلا هبط معانا حتى انت. من مورا ما خرجت من البيت سمعت الباب ديال البالكون تزدح مجاد عاوتاني، ما قدرتش نتلفت وندور اللور. كانت ديك البلاصه مظلمه وانا بوحدي تماك. نزلت وانا كنجري في الدروج، وصلت لعندهم وانا سخفان وكنهج. الضواو ديال الجرده كانوا مازال كيطفاو ويشعلوا. دخلنا لاكاف وحاولنا نشعلوا الضو، ولكن ما بغاش يشعل. اضطرينا اننا ننزلوا في الظلام ونضويو غير بالبيل ديال التليفون. مشينا لداك الصندوق اللي كان فيه الشمع، ولكن الصدمه هي ملي لقيناه خاوي وحتى التوب ما كاينش. شحال وحنا كنقلبوا ما خلينا حتى شي قنت ما قلبناش فيه. وملي عيينا ما نقلبوا طلعنا ومشينا دوينا مع حسام عاوتاني على الله يلقى لينا شي حل. وملي طلعنا تصدمنا كاملين وجمدنا في بلاصتنا. لقينا الضو طافي وشمعة محطوطة فوق الطبلة وشاعلة، وحتى التوب اللي كان خاصنا لقيناه فوق الطبلة. ما عرفنا ما نديرو. طلبت منهم باش يتشجعوا ولا هادشي ما غاديش يسالي. شفنا في الساعة لقيناها قربات 12. درنا بديك الطبلة وجلسنا. من بعد ما ضربات 12 ديال الليل تشادينا باليدين، وبدا خويا كيهضر وكيقول دوك الطلاسم: يا ايتها الروح ان كنت هنا اعطينا اشاره، لقد جئنا لك بهدايا من الحياه الى الموت. وبدينا كاملين كنقولوا بحق ماه طاه طاه، بحق اطولاي. وملي سالينا هو يتحل الباب اللي كان ورانا، واللي سديناه مزيان باش ما يسمعنا حتى شي واحد. درنا لجهته وكل واحد فينا كيستعد نفسيا باش يشوف داكشي اللي غيوقع. ولكن كانت غير بنت خالتي مريم اللي دخلات وسولاتنا شنو كنديرو. تعصبنا كلنا وبدينا كنشوفو فيها. يلا زادت شي جوج د الخطوات وهي طاح في الارض وبدات كتلوى، والباب تسد من وراها. في ديك اللحظه كاملين تخلعنا. ديك الشمعه اللي كانت مشعوله بدات كتحرك بحال الا الريح كيلعب بها. ولكن حنا كنا سادين البيبان والسراج مزيان، وعاد الجو اللي مزموت ما كاينش حس البرد. واحد من ولاد خالتي كان غادي يهرب، شديتو وقلت ليه فين غادي؟ ما تنساش داكشي اللي وصانا عليه حسام. بنت خالتي مريم بدات كتهضر وكتنطق بشي هضره اللي ما فهمناهاش. صوتها تبدل ولا صوت راجل، وعينيها تقلبوا بحال اللي وقع مع اميل. الشراجم بداو كيتحلوا ويتسدوا غير بوحدهم. مشينا نوضناها وجلسناها فوق الكرسي شويه وحنا معاها كنحاولوا نفيقوها، حتى غوت ولد خالتي كيشير لينا لجهه المرايه. تصدمنا كاملين ملي لقينا الشمعه اللي كانت فوق الطبله حدا المرايه مضبه كامله، وكانت مكتوبه عليها: احنا ما انتحرناش ولكن تقتلنا وما ناويينش نأذيوكم. في ديك اللحظه شعلوا الضواو. شفنا في مريم اللي وقفات عادي وقالت لنا عاوتاني: شنو كديروا هنايا؟ بحال الا ما كانش واعيه شنو طرا. ديك الساعه عرفنا بلي هذه هي الرساله اللي بغاو يوصلوها لينا، وهادشي تاكدنا منه من بعد ما هضرنا مع حسام. وقال لنا بلي الارواح ديال اليهود بقات معلقه هاد السنوات كامله في ديك الفيلا، وما كانوش مرتاحين حيت الناس حساب ليهم باللي انتحروا، ولكن الحقيقه كانت هي انهم تقتلوا. وقال لنا بلي صافي غنتهناو منهم. في ديك الليله ما نعسناش وبقينا فايقين حتى صباح الصباح. ولاحظنا واحد الحاجه غريبه: كاع السوايع اللي كاينين في الدار حابسين على 12، وحتى شي واحد ما فهم شي حاجه. نزلنا باش نعومو في البيسين ولقينا بلي ديك الطبعه الحمراء ما بقاتش وغبر ليها لاطر. ديك اللحظه عرفنا بلي دوك الارواح مشاو في حالهم وبلي غيخليونا نعيشو في سلام. ولينا عايشين في الفيلا عادي ترونكيل، ما بقات طرات حتى شي حاجه ماشي عاديه. ولكن واخا هكاك التجربه اللي عشت ما عمرها ما غتنسى ليا، وباقي فيما كندخل لبيتي كنتفكر داكشي. اما داك لاكاف سدو الوالد وما بقى كينزل ليه حتى شي واحد. دوزنا تقريبا شي 7 سنين في ديك الفيلا، ومن بعد بعناها وبدلنا المدينه كامله. مشينا لاكادير وحتى لدابا حنا مازالين عايشين فيها. وكانت هذه هي قصتنا. خوت هنا كتسالي القصه ديال اليوم، وكيف العاده اللي عنده شي قصه فحال هادي يقدر يبارطاجيها معنا في انستغرام. كنشكركم على الدعم ديالكم، ما تنساوش كيف العاده تشاركوا القصه مع صحابكم.
نخليكم في هاد الساعة ونتلاقاو في القصة الجاية. السلام عليكم.